هنيجي نتكلم عن شغلانة التعدين. هو يعني إيه يا مستر التعدين؟ بُص، التعدين دي شغلانة معناها إن أنا بابدأ إن أنا أستخرج. باستخرج إيه؟ هاقول لك باستخرج يا حديد، يا دهب، يا فضة، يبقى باستخرج المعادن، أو بترول، فحم، غاز طبيعي، يبقى مصادر طاقة. يبقى هي عملية استخراج المعادن ومصادر الطاقة، باستخرجهم منين؟ من باطن الأرض، أوكي؟ دي شغلانة التعدين. جميل. طب واحدة، واحدة. هل ينفع حضرتك دلوقتي تيجي عايز تحفر تحت سريرك وتقول لي تحت سريري في بترول، أنا عايز أطلّع البترول تحت سريرك، أبوك هيمسكك من قفاك ويقول لك اطلع برّه يا ابني، يا ابني، يا ابني، يا ابني، صح؟ مش هينفع صح؟ يبقى أنا أكيد لازم قبل ما أستخرج المعدن أو مصادر الطاقة أو أي حاجة، لازم أتأكد إن المكان ده فيه أصلًا معدن، صح؟ جميل. يبقى أنا عندي دلوقتي هنتكلم عن حاجة اسمها عمليات سابقة أو عمليات قبل التعدين. قبل ما أستخرج لازم إيه، لازم أتأكد إن المكان ده فيه معادن، يبقى البحث عن المعادن أو البحث عن الخامات، يبقى أنا لازم أبحث أتأكد إن المكان ده. طب ثواني، دلوقتي أنا اتأكدت خلاص إن المكان ده فيه معادن، هاقوم أتصل، ألو، لو سمحتوا يا مهندسين، تعالوا أنتم والصنايعية أو العمال عشان عايزين بقى نستخرج من المكان ده. فهابدأ إن أنا إيه، هابدأ بقى إن أنا أجهّز المكان اللي أنا هاستخرج منه. هابدأ إن أنا أعمل لهم بيوت، لإن هم ما عندهمش بيت طبعًا جنب المكان اللي هم هيحفروا منه، فيعملوا كده بيت مؤقت كده اللي هو بيبقى عبارة عن خشب بنشوفه على الطريق الدولي أو على الطريق الصحراوي أو على الطريق الزراعي، بيوت كده خشب كده اتعمل للعمال عشان يقعدوا يشتغلوا. يبقى أنا دلوقتي عندي 2 من العمليات السابقة. البحث عن المعادن أو البحث عن الخامات، تاني حاجة مَد الطرق وإنشاء مساكن للعاملين، أوكي، تمام. ده كده العمليات السابقة. عندي تاني عمليات لاحقة. ثانية كده. ماذا هيكون لها؟ عمليات لاحقة، يعني إيه عمليات لاحقة؟ تيجي لك يقول لك عمليات لاحقة أو بعد التعدين. إيه العمليات اللاحقة دي؟ أنا دلوقتي استخرجت، يعني كده أنتجت، بعد ما استخرجت هابدأ إن أنا أحطهم على عربيات وأنقلهم، جميل، يبقى النقل. طب ثواني، نقلتهم بابدأ إن أنا أوديهم للمصانع عشان يصنعوا منهم بقى، يستغلوهم، أوكي، يبقى التوزيع. يبقى أنا عندي العمليات اللي بعد التعدين أو العمليات اللاحقة، إنتاج ونقل وتوزيع، إنتاج ونقل وتوزيع، جميل، جميل. المهم بيقول لك إيه، بيقول لك الأرض اللي إحنا عايشين فيها دي فيها حوالي 2000 معدن. إيه ده! 2000 معدن لحالهم؟ هاقول لك آه. طب هل ال2000 معدن دول كلنا بنستغلهم؟ لأ، ما بنستغلش غير 200 بس. جميل، جميل. وأكتر طبعًا الدول اللي بتستغل المعادن أكيد هتبقى دول متقدمة والّا دول نامية فقيرة؟ تقول لي دول متقدمة. مصر، دول متقدمة بتستغل بنسبة 85%، بالرغم إن هي ما فيهاش سكان كتير، فيها حوالي خُمس سكان العالم، نسبة قليلة جدًا، أوكي، أقل من ربع سكان العالم حتى، أوكي، تمام. المهم كده ندخل بعد كده نتكلم عن المعادن، واحدة واحدة كده. إيه أهم معدن؟ تقول لي يا مستر أهم معدن معدن الحديد، هاقول لك بالضبط. إيه أهمية الحديد؟ إيه أهمية معدن الحديد؟ صنع منه سيارات، طيارات، آلات، يعني صناعات ثقيلة، جميل، جميل. أهم معدن هو الحديد، فأكبر حاجة اللي هي إيه، أكبر قارة قارة آسيا، أكبر دولة دولة الصين، خلاص حفظتها لك، يبقى آسيا الصين أهو، جميل، جميل. المهم بيقول لك إن أنا عندي الحديد ده بيدخل في التجارة بنسبة 30%، أوكي، يبقى بنسبة 30% بيدخل في التجارة العالمية، جميل، يبقى بنسبة 30% في التجارة العالمية، بنسبة 30% في التجارة العالمية، جميل، جميل. بيقول لك الحديد ده في دولة أخدناها في تانية إعدادي في الوطن العربي، دولة نامية يعني فقيرة ما بتقدرش إن هي تصنّع حديد، فبتصدّره للدول المتقدمة. الدولة دي دولة مين؟ دولة موريتانيا. بتصدّره لدول متقدمة زي مين؟ زي اليابان، بريطانيا، الولايات، كل الدول المتقدمة دي، جميل، جميل. ده كده بالنسبة لأهم معدن اللي هو معدن الحديد. نيجي بعد كده نتكلم بعد معدن الحديد، نيجي نتكلم بعد كده عن معدن تاني وهو معدن النحاس. بُص معايا، لو مسكت أي سلك، تمام، لأ مش مسكت أي سلك يعني كهربت، لأ، مسكت سلك الشاحن، جميل، فكيت كده سلك الشاحن، هتلاقي إن في طبقة لونها صفرا كده تحتيه، هو ده النحاس. يبقى أهمية النحاس يدخل في صناعة الأسلاك. إيه كمان تاني؟ لو
مسكت التلفزيون بتاع البيت وفتحت التلفزيون، عملت فيها صنايعي ومهندس، فتحت التلفزيون بدأت إن أنت تبُص عليها تلاقي معظم مكوناته من النحاس، التلاجة، السخّان، المروحة، التكييف، كل ده، يبقى أهمية النحاس يدخل في صناعة الأسلاك والأدوات الكهربائية. أول دولة في إنتاج النحاس دولة إيه؟ هاقول لك، لو أنتِ دلوقتي عايزة تقعدي جميل، على كرسي وصاحبتِك حاطة الشنطة بتاعتِك، هتقولي لها إيه؟ لو سمحتِ شيلي الشنطة، أو أول دولة في النحاس هي دولة شيلي، وبعد كده دولة الصين، جميل، شيلي دي في أمريكا الجنوبية، تمام، سيبي الخريطة هنرجع لها في آخر المراجعة، أوكي، خلي الخريطة كمان شوية، هاخد لك كل كده الخرايط. طب تعالَ بالمناسبة أهي، دولة شيلي هنا في أمريكا الجنوبية أهي، دولة شيلي هنا أهو، أهي. في الحتة دي بالضبط، مكان الترم الأولاني جبال الإنديز، بالضبط، أوكي، تمام، يبقى النحاس أسلاك وأدوات كهربائية، أوكي، أول دولة هي دولة إيه؟ شيلي. نيجي بعد كده بعد ما اتكلمنا هنيجي نتكلم مع بعض عن تالت معدن وهو معدن البوكسايت. البوكسايت ده تمام، باصنّع منه الألمونيوم. إيه ده؟ إيه ليه إيه ده؟ الألمونيوم أنا عارف من زمان وأنا صغير يا مستر إن أنا يعني الألمونيوم ده أنا باستخرجه، هاقول لك لأ. أنا باستخرج البوكسايت اللي أنت أول مرّة تسمع عنه، اللي باصنّع أصلًا منه الألمونيوم. جميل؟ جميل. يبقى إيه أهمية البوكسايت؟ باصنّع منه الألمونيوم. جميل؟ تمام. طب ثواني، البوكسايت هاعلّمه بإيه؟ هاقول لك هاعلّمه بحرف السين، بوكسايت س أستراليا. جميل؟ يبقى بوكسايت س أستراليا، يبقى أول دولة إنتاجًا ليه؟ دولة أستراليا. جميل، جميل. أنت قُلت لي باصنّع من البوكسايت الألمونيوم، هاقول لك حصل. طب ثواني، مين أول دولة إنتاجًا للألمونيوم؟ هاقول لك شبه ما قُلنا دواجن وولايات في الدرس اللي قبليه، هنقول هنا برضه ألمونيوم وولايات. جميل، جميل. هنا بقى ييجي لي سؤال من أهم الأسئلة اللي بتيجي لي في الامتحانات. إيه السؤال ده؟ بُص معايا. السؤال ييجي لك بكذا طريقة. ييجي يقول لك الولايات أولى الدول إنتاجًا للألمونيوم، دي أول طريقة. ييجي يقول لك اذكر عوامل تحويل البوكسايت لألمونيوم برضه. إزاي باحوّل البوكسايت، إيه العوامل أو الحاجات اللي بتخلّيني أحوّل البوكسايت وتساعدني إن أنا أحوّله لألمونيوم. جميل، جميل. ييجي يقول لي تالت طريقة للسؤال، كل ده كده أشكال للسؤال وليهم إجابة واحدة، هي الإجابة هي. تالت شكل للسؤال ييجي يقول لك إيه، يقول لك الدول المتقدمة هي اللي بتصنّع الألمونيوم. يبقى الولايات أول دولة إنتاجًا للألمونيوم. ليه؟ إيه العوامل اللي بتخلّيني أو الأسباب اللي بتخلّيني أو المقومات اللي بتخلّيني أحوّل البوكسايت لألمونيوم؟ الدول المتقدمة هي اللي بتصنّع الألمونيوم. هاقول له إيه بقى؟ هاقول له الإجابة عندي بسبب 3 توافر، إن أنا عندي 3 حاجات بتساعدني. أول حاجة إن أنا يكون عندي كهربا، يبقى طاقة كهربائية، يبقى يكون عندي طاقة كهربائية. إيه كمان تاني؟ يكون عندي ناس فهمانة وإيديهم تتلف في حرير يقدروا إن هم يصنعوا البوكسايت الألمونيوم، يبقى توافر خبرة علمية وفنية، نفس اللي كانت موجودة في إنتاج السمك برضه. تالت حاجة يكون عندي المكان اللي أنا بابيع وباشتري فيه، اللي هو إيه، اللي هو السوق، يكون عندي أسواق داخل الدولة وخارج الدولة، يعني أسواق محلية وخارجية. يبقى تالت حاجة تمام، أسواق محلية وخارجية. سؤال مهم، تمام، يبقى أنا عندي دلوقتي من الآخر باندِك البوكسايت باحوّله للألمونيوم، باحتاج لإيه؟ باحتاج ل3 توافر، طاقة كهربائية، خبرة علمية وفنية، أسواق محلية وخارجية. جميل، جميل. ده كده بالنسبة لإيه، البوكسايت، تمام. لو عايز تاخد screen ماشي، عايز تاخد screen 3 أشكال خُدها، يالّا أهو. أهو. المهم ندخل بعد كده على مصادر الطاقة، بس قبل ما ندخل على مصادر الطاقة إحنا قُلنا أول دولة بتنتج الألمنيوم إيه؟
ألمونيوم وولايات، هاقول لك في دول متقدمة برضه بيصنعوا الألمونيوم غير الولايات، عندي زي دولة كندا، دولة أستراليا، دولة اليابان، دولة بريطانيا، دي الدول المتقدمة اللي بتصنّع تمام الألمونيوم. نيجي نتكلم بعد كده عن مصادر الطاقة. اسمها مصادر الطاقة، يبقى أكيد دي المصدر اللي بتدّينا الطاقة، هاقول لك بالضبط. بُص، من غير مصادر الطاقة لا هيبقى في شاشة بتشتغل، ولا عربية بتمشي، ولا طيارة بتطير، تمام، ولا أي حاجة تتحرك حوالينا خالص. من الآخر هنرجع بقى لزمان خالص، نطلع نعيش فوق الهضاب وننزل نتمشى ونولّع حجرين عشان سقعانين. مش هيبقى في أي حاجة خالص من عوامل الرفاهية اللي إحنا عايشين فيها، فبالتالي مصادر الطاقة هي القوة المحركة لحياة الإنسان، هي اللي بتحرك كل حاجة حوالين حياة الإنسان، أوكي؟ يبقى تعريف مصادر الطاقة هي القوة المحركة لحياة الإنسان، هي اللي بتحرك كل حاجة حوالين الإنسان، جميل، جميل. ومن غير مصادر الطاقة مش هاقدر إن أنا أصنع، مش هاقدر إن أنا أشغّل المصانع ولا الآلات ولا أي حاجة من الحاجات دي، أوكي؟ تمام. طبعًا عندي مصادر الطاقة نوعين حضرتك واخدهم سواء كان في العلوم أو في الدراسات ابتدائي وإعدادي، أوكي، لو مصادر غير متجددة تمام، زي إيه، فحم البترول غاز طبيعي، مصادر طاقة متجددة شمس ومَيّة ورياح، أوكي، وعندي طاقة اسمها الطاقة النووية هنتكلم عنها دلوقتي، أوكي، نبدأ أول حاجة تمام بالفحم. إيه أهمية الفحم؟ بُص، أهمية البترول أو الفحم أو الغاز الطبيعي ال3 بيولدوا لي كهربا، ويبقى أهمية توليد الكهرباء. المهم نبدأ أول حاجة بالفحم، بيقول لك الفحم ده تعال نقرّب بس كده عشان حضرتك بُص تركّز معايا، بُص كده معايا، بيقول لك الفحم ده كان عماد الثورة الصناعية في أواخر القرن ال18. يعني إيه يا مستر؟ كلمة عماد يعني أساس، يعني إيه برضه يا مستر؟ أساس الصناعة زمان قبل معرفة البترول أو قبل اكتشاف البترول بكثرة كان الفحم، كان الفحم هو أهم مصدر للطاقة، حتى لو تلاحظ في الكرتون أو في الأفلام القديمة تلاقي إن القطر ماشي بيطلّع إيه، دخان من الفحم، بالضبط، يبقى الفحم كان أساس الثورة الصناعية في القرن ال18 أوكي، وكان المصدر الأول للطاقة قبل البترول بقى حاليًا في القرن ال20 أوكي، تمام. إيه كمان تاني باستخدمه في توليد الكهرباء؟ قايل لك أي مصدر طاقة باستخدمه في توليد الكهرباء، أوكي، تمام. ده كده بالنسبة لأهمية الفحم. مين أول قارة في إنتاج الفحم مثلًا؟ أول قارة قارة آسيا، أول دولة دولة الصين، فاهم؟ يبقى فحم آسيا هي الصين. جميل، جميل. بيقول لك إيه، بيقول لك آسيا وأوروبا هُم الاتنين لو حطّوا إنتاجهم على بعضيهم تمام، في الفحم هنلاقيهم هُم الاتنين بينتجوا 3/4 إنتاج العالم، يبقى آسيا وأوروبا بينتجوا 3/4 إنتاج العالم، والعالم كله باقي القارات الربع بس، أوكي، تمام. ده كده بالنسبة للفحم. نيجي بعد كده نتكلم عن تاني مصدر للطاقة وهو أهم مصدر للطاقة حاليًا طبعًا، وهو البترول. طبعًا إيه أهمية البترول؟ تقول يا مستر أهمية البترول أنا أخدته في تانية إعدادي. باخد منه السولار والبنزين وبامشّي بيه وقود، كل الكلام ده هاقول لك بس الكلام ده في تانية إعدادي. هنا عندي ييجي يقول لك سؤال من أهم الأسئلة عندك في المنهج، يقول لك إيه أهمية البترول بما تفسّر؟ بُص، أهمية البترول تعالَ أقولها لك وبعد كده أفهّمها لك. أهمية البترول يرتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. تاني، يرتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. يعني إيه؟ بُص، دولة شبه دولة السعودية تمام، من حوالي 100 سنة ما كانوش لاقيين ياكلوا، كانوا قاعدين في خِيَم تمام، ما كانش معاهم فلوس، كانوا كحيانين خالص. طبعًا إخواتنا الأشقاء حبايبنا في كل مكان. المهم دولة السعودية ما كانتش لاقية تاكل، فبالتالي تيجي تبُص دلوقتي على دولة السعودية تقول لي مثلًا دولة السعودية دلوقتي حاجة تانية خالص، معاهم فلوس بالهبل، يعني اقتصاد الدولة بتاعتهم غني. أقوياء، عشان كده بيقول لك يرتبط بالتنمية الاقتصادية، إن كدولة بقى معاها فلوس بالهبل، وما دام الدولة معاها فلوس بالهبل يبقى أكيد الشعب هيبقى متنغنغ ومتريش، يبقى تنمية اجتماعية المجتمع معاه فلوس، وأي دولة في العالم هتتمنى إن هي تعمل معاها علاقات، يبقى برضه تنمية إيه، سياسية، يبقى دي أهمية البترول.
ترتبط بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، جميل؟ جميل. أول طبعًا دولة للبترول هي دولة السعودية، تاني دولة دولة روسيا، أوكي؟ تمام. في لك سؤال على البترول. بُص، فاكر من حوالي مثلًا سنة ونُص كده، عندنا في مصر إيه اللي حصل؟ حصلت مشكلة في السُكّر لو تفتكر أو تسأل ماما أو بابا عليها، ما كناش لاقيين سُكّر خالص، ولو لقينا سُكّر فكيس السُكّر كان واصل ل60 جنيه، تمام، وده لو لقيته حضرتك. فبالتالي الناس كانت بتطلب كتير السُكّر عشان كده سعره غالي. فأمّا ييجي يسألك، ده نفس النظرية في البترول بقى. البترول بيزيد سعره ليه؟ بسبب زيادة الطلب عليه، أوكي؟ يبقى بما تفسّر، تمام، بما تفسّر يزيد سعر البترول بسبب زيادة الطلب عليه. طب ييجي يقول لك ما النتايج، العكس بقى يعكسها لك، ما النتايج على زيادة الطلب عليه؟ تقول له أدّى إلى زيادة سعره. جميل، جميل. ده كده بالنسبة لإيه، البترول. تيجي نتكلم بعد كده عن كده اتكلمنا عن الفحم والبترول، نيجي نتكلم بعد كده عن الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي. الغاز مهم، طبعًا الغاز مهم. طب لو جيت سألتك فحم والّا بترول والّا غاز طبيعي، أنهي واحد فيهم أقل واحد بيلوث لي البيئة؟ تقول لي الفحم أكتر واحد، الغاز هيبقى أقل واحد، جميل. ده كده أول حاجة، واحدة واحدة مع بعض. طب ثواني، إيه كمان تاني من استخدامات الغاز؟ هاقول لك بُص، نيجي نبُص دلوقتي في البيت تلاقي إن في الشقة فوق كده في البيت كده بيعدّي كده، تمام، حوالين كده الجدار في الشقة فوق مواسير. المواسير دي بتاعة إيه؟ بتاعة غاز اللي بنستخدمها في السخان أو في البوتاجاز، أشغّل البوتاجاز هكذا. يبقى بندخّل الغاز في البيت. هل تقدر تدخّل بترول في البيت؟ مصر منين؟ البترول غالي، بالضبط. إيه كمان تاني؟ يعني كده الغاز رخيص، تمام. تيجي تلاحظ دلوقتي إن كتير من العربيات أو معظم العربيات تيجي تلاقيها ماشية عادي بالغاز، أوكي، عادي، إيه المشكلة؟ تمام، غير البنزين. فبالتالي من أهمية الغاز إن هو وقود للسيارات، أقل تلويث للبيئة، رخيص التمن، أوكي، باستخدمه في الاستخدامات المنزلية، بيدخل إن هو 25% في مصدر الوقود. جميل، جميل. الغاز الطبيعي مختلف عن أي حاجة حضرتك درستها. إزاي؟ الغاز الطبيعي ليه قارة مختلفة عن الدولة خالص. مش فاهم أنا، بس هاقول لك بُص. أول قارة في الغاز الطبيعي هي قارة أوروبا، وأول دولة هي دولة الولايات. طب هل دولة الولايات في قارة أوروبا؟ تقول لي لأ، هاقول لك عشان كده، دي دولة مختلفة خالص عن القارة، يعني مش موجودة جوه القارة، أوكي؟ ده كده بالنسبة للغاز الطبيعي. يبقى الغاز الطبيعي رخيص التمن، سهل النقل، أقل تلويث للبيئة، الاستخدامات المنزلية كوقود مصدر للسيارات، كل الكلام ده، تمام؟ ده كده بالنسبة لإيه؟ غاز الطبيعي. نيجي نتكلم بعد كده عن حاجة اسمها الطاقة النووية، تمام؟ الطاقة النووية من اسمها طاقة نووية بانتج منها الكهرباء النووية، جميل؟ طب طاقة نووية يعني أسلحة بقى والحاجات دي، يبقى أكيد موجودة في أقوى قارتين. مين هم أقوى قارتين؟ أوروبا وأمريكا الشمالية. يبقى موجود في أوروبا وأمريكا الشمالية اللي هم أقوى قارتين. نيجي نتكلم بعد كده عن طاقة الرياح، تمام؟ طاقة الرياح وطاقة المَيّة. طاقة المَيّة دي بنسميها طاقة الكهرومائية، اللي هي بتبقى من حركة الأمواج أو المَد والجزر، اللي هي حركة الموجة رايحة جاية، أوكي، تمام. طاقة الرياح أو طاقة الأمواج عندي 3 دول، مين هم؟ عندي دولة فرنسا، بريطانيا، الولايات. ممكن تزوّد معاها اليابان تبقى دولة رابعة. يبقى عندي بالنسبة لطاقة الرياح أو الطاقة الأمواج اللي هي الطاقة المائية نفس الدول، بريطانيا، فرنسا، اليابان، الولايات، بريطانيا، فرنسا، اليابان، الولايات، أوكي، تمام. بالنسبة للشمس ما عندكش أي حاجة غير إن هي بيقول لك بتولد منها كهربا وبتستخدمها في الاستخدامات المنزلية. أمّا ماما تحب تطلّع المرتبة كده شبه ما بيحصل اليومين دول في العيد، تمام، كل سنة وأنتم طيبين، أوكي، ماما تقول لِك لأ تعالي لي بقى، تعالي لي، أنتِ أجازة من الدروس، ما فيش مذاكرة. يا ماما ورايا مذاكرة يا ماما. تقول لها هو يعني وأنتِ هتطلعي فيها يعني رابعة العدوية؟ مالِك هي نجيبة متولي، مالِك هي لأ تساعديني في شغل البيت. فبالتالي عندي تمام الطاقة الشمسية باستخدامها في الاستخدامات المنزلية شبه ما حضرتِك تطلّعي كده المرتبة تتضبط في الشمس لغاية ما تبوظ خالص يعني. المهم آخر حتّة عندي كده عايز أقولها لك في الدرس. مرحب شهر الصوم مرحب، مرحب إيه؟ شهر ما خلاص بيخلص.
أو خلص يعني. المهم المهم عندي الطاقة اللي بانتجها أو الكهربا اللي بانتجها من الفحم أو البترول والغاز الطبيعي اسمها الكهرباء الحرارية، عشان بيطلّع لي حرارة أمّا من الآخر باولّع فيها يعني أو بانتج منها، أوكي، يبقى كهرباء حرارية، اللي من المَيّة اسمها إيه؟ الطاقة الكهرومائية، أوكي، تمام، وبكده نكون خلّصنا أوكي، درس التعديل، تمام، قبل ما ندخل في درس جديد تعالَ لي بقى كده شوية نتكلم عن الخريطة. بُص كده معايا. بُص معايا بالنسبة للخريطة، طبعًا الخريطة إحنا حافظينها الترم الأولاني، بس تعالَ أراجعها معاك كده بسرعة. آسيا، أوروبا، أفريقيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أصغر قارة أستراليا، تحت خالص أنتاركتيكا، جميل؟ جميل. فوق المحيط القطبي الشمالي، تحت القطب الجنوبي، يمين وشمال المحيط الهادي، تحت الهند محيط هندي، وسطها الأطلنطي، جميل، جميل. تعالَ بقى اعرف لي الدول اللي عليك في المنهج. طبعًا أكتر دولة ذكرنا اسمها هي دولة الصين، بس تعالَ كده بقى، دولة الصين جبنا سيرتها في إيه؟ تقول لي أول حاجة خالص في المنهج القمح، أول دولة بتنتج القمح، أقول لك حصل. ثواني نصغّر الخط كده شوية، تمام، مش خط كبير، تمام، ماشي يالّا بينا. يبقى في القمح، إيه كمان تاني؟ تقول لي مثلًا في الشاي، إيه كمان؟ الحديد، الفحم، صح، اللحوم، لأن لحوم الخنازير لو تفتكر، الأسماك، أوكي، ماشي، إيه كمان تاني، إيه كمان تاني؟ الأغنام. كل دي كده كان دولة الصين أول دولة إنتاجًا للحاجات دي كلّها، يبقى كده عندي دولة الصين، إيه كمان تاني؟ عندي دولة الهند، دولة الهند بتاعة الألبان والأبقار، صح، جميل، إيه كمان تاني؟ عندي دولة روسيا تاني دولة في إنتاج البترول، دولة السعودية أهي أول دولة في إنتاج البترول، مصر اللي هي طبعًا فيها القطن طويل التيلة، إيه كمان تاني؟ دولة موريتانيا أهي اللي هي دولة نامية بتصدّر الحديد للدول المتقدمة. عندي بعد كده البرازيل أهو، البرازيل ديّة بتنتج السكر وقصب السكر، عندي دولة الولايات اللي هي أول دولة إنتاجًا للدواجن آمم، للألمونيوم تمام، أول دولة في الغاز الطبيعي هكذا تمام، عندي دولة أستراليا أول دولة في البوكسايت، وأول دولة في إيه كمان تاني دولة أستراليا غير البوكسايت بالضبط، الأصواف هكذا، دي كده أهم الدول اللي عندي تمام، عندي هنا أهو برضه دولة فرنسا أهي تمام، دولة فرنسا في قارة أوروبا، أول دولة إنتاجًا لبنجر السكر، بالضبط، ده كده بالنسبة لي الدول المهمة اللي عند حضرتك في الوحدة الأولى لغاية دلوقتي.